السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بعد الفيديو ده استحالة ان انت تاني ترميه. هتجيبيه وتحشيه وتلفيه، وفي الصينية هترصيه وزي الزبدة هتاكليه. ايه ده يا ايات؟ انت بتقولي شعر ولا ايه؟ بصراحة يا جماعة طعمه يخليكي تقولي اشعار. حاجة بسيطة جدا عملت لنا احلى غدواية النهاردة، وكتير مننا بيرميها. طب ايه هو ده؟ يلا كده نقول بسم الله ونشوف الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل فيه ايه. وهو ورق الخس. ورق الخس من الحاجات اللي معظمنا بيرميها، بيتجاهلها كده عادي بيجيب الخصاية ناخد اللي ناخده منها والورق بنقطعه وبنرميه. رغم ان بصوا بيطلع حبة محشي زي العسل، زبدة كده. بجد جميل قوي، طعمه تحفة جدا. إيه لو انتي من الناس اللي بتحب ورق العنب اقول لك ده احسن من ورق العنب. شفتي بقى؟ بجد هتحبيه قوي، جميل جدا جدا. المهم هتجيبي كده الخصايه وتاخدي الورق بتاعها كده تقطعهولي بالطول كده، وحبه ميه على النار فيها حبه ملح، وهنبدا نسلق الورق بتاعنا. احنا مش بنسلق سلق اللي هو السلق، يا دوبك بتنزليه في الميه السخنه وتطلعيه على طول، مش عايزه اكتر من كده. وعلى طول بعد ما تطلعيه تحت الحنفيه كده وتيجي مدياله شطفة علشان خاطر بس إيه ما يطرش معاكي جامد. بعد ما تشطفيه هتحطيه في البلاستيكة كده زي ما انا هحطه دلوقتي، وبتحط عليه حبة مية. ده بيخلي الورق معاكي ما يلزقش في بعضه ويبقى سهل جدا معاكي وانتي بتحشيه. هنعمل بقى خلطة المحشي بتاعتنا الجميلة اللي ريحتها بقول لكم بصوا حاجة تانية بقى. معايا كده بصلتين حلوين على النار في حبة زيت كده ومعلقة سمنة. طبعا المحشي زي ما قلت قبل كده بتكتري من الزيت. البصلاية تتحمر بنزل عليها بمعلقة من هريسة الشطة اللي احنا شايلينها مع بعض، بتدي طعم جميل قوي للمحشي. بنحمرها كده مع البصلاية وبعد كده بننزل بالطماطم بتاعتي، وهسيبها بقى تاخد وتدي كده بشكل ودي مع بعض كده لحد لما تتسبك. اعرف ان هي اتسبكت لما الاقي الزيت طالع كده على وش الصلصه كده، يبقى خلاص الصلصه بتاعتي تمام. خلاص كده انا طفيت النار، بنزل بقى بالرز بتاعي. بحب قوي ان انا اقلبه مع الصلصه وهي سخنه كده عشان الرز ياخد من طعم الصلصه كده، بيبقى جميل قوي، تبقى الرزايه حمراء في قلب المحشي. بعد ما بيهدى معايا كده بنيجي نازله بالخضره بتاعتي بقى، الخضره المشكله شبت كزبره بقدونس، وانزل بالبهارات. بهارات المحشي مفيش اكتر من ملح ومعلقه صغيره كده من الفلفل ومعلقه كبيره حلوه كده من الكزبره. ما بحطش اكتر من كده في المحشي، الا بقى لو محشي كرنب بنضيف له بقى معلقه كمون. هتاكلي احلى خلطه محشي. بصوا تتاكل كده ريحتها فظيعه وتتاكل كده حاف. معلقه اللي هي هريسه الشطه جميله قوي في المحشي. اهو شايفين الورقه بقى عامله ازاي؟ بتحشيها كانك بتحشي ورق عنب بالظبط، الخشنه من جوه والناعمه من بره. ركزوا بقى في اللف بتاعه بنلفه ازاي، لان دي في لفه تانية كده ليه. شايفين؟ بتعمليه على شكل حجاب او شكل السمبوسه او زي المثلث كده. طريقته سهله جدا، وانا بصوا مش مجريه، انا مبطئه جدا معاكم في الحته دي. تحط كميه من الحشو كده اهو بصوا، او كأنك بتلفي بالظبط سمبوسة. لفته سهلة جدا. واحدة واحدة كده هتلاقي ايدك هتتعود عليه. طعمه جميل قوي يا بنات، بجد طري كده وطعمه في منتهى الجمال. انا قبلها كان عندي شوربة وكان فاضل عندي شوربة. جيت جايبة بقى لقيت الخس ده جميل والورق بتاعه جميل قوي، فقلت لا اجيبه كده ونحشيه وهنقضي بيه بقى اليوم النهارده.
بص ممكن برضو تلفيه عادي خالص. لو لقيت الورقة معاكي صغيرة او مقطوعة بتبدأي تلفيه زي ورق العنب بالظبط، تقفلي من الجنبين وبتلفيه عادي. شايفين دي؟ ايوه شايفه صغننه كده وجميله، رفيعه بس طويله، فعملت معايا حلو. بس ايه المهم بقى هنحشيه. طبعا انا بحشي في نفس الصينيه اللي انا كنت مسبكه فيها، وبحط في تحت كده في الارضيه اللي هو العيدان بتاعه الخضره، تبقى جميله قوي. بس وهنبدا بقى نحط عليها شرايح ليمون كده. انا بعمله بصي عامليه كانه ورق عنب، حط عليه شرايح ليمون. وكان عندي برضو كام قرن فلفل كده برضو حشيتهم، بيدوا طعم حلو قوي. بس هنبدأ نحط عليه بقى الشوربة بتاعتي، ما يا دوبك تساوي بس الورق، وتسويه عادي خالص زي اي محشي هتعمليه. بصوا بقى بعد ما استوى، تحفة تحفة. شايفين بقى لونه جميل ازاي، بيلمع كده وجميل، وطعمه في منتهى الجمال. جربيه هيعجبك قوي. واتمنى كده ان الفيديو يكون عجبكم. وما تنسونيش بقى حبايبي في اللايك والاشتراك. اللي لسه مشتركش في القناة ياريت يشترك فيها كده، قناتها هتعجبك جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.